بكل متابعين كورس الأساسيات. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. بعد ما نزلنا أول فيديو عن غرزة الحشو والفيديو التاني عن النص عمود والعمود بلفة، محتاجين في الفيديو ده نوضح حاجة مهمة جدا، لأننا معدناش هنكتفي بسطر واحد وهنشتغل كذا سطر بعد كده. بس ايه هي الحاجة دي؟ بصوا للقطعة دي كده، ده كابوس أي حد بيبدأ كروشيه، بس ما تقلقوش خالص، دي مشكلة حلها أبسط مما تتخيلوا. السر كله في حاجتين: سلاسل الارتفاع وازاي نحدد أول وآخر غرزة في السطر. في فيديو النهاردة هنحل المشكلة دي، وعلشان نطبق عملي هنعمل مع بعض كوستر مربع شيك أوي لقهوتك، هندمج فيه سطر عمود بلفة مع سطر غرزة حشو. هاتوا إبرتكم وخيوطكم ومشربكم المفضل ويلا بينا. قبل ما نبدأ نشتغل لازم نتفق إنه علشان نطلع من سطر خلصناه لسطر جديد فوقيه لازم نعمل سلم نطلع عليه. السلم ده في الكروشيه اسمه سلاسل الارتفاع. لو ما عملناش السلم ده الغرزة هتتشد والشغل هيتعوج. احفظوا بقى معايا المقاسات دي كويس. لو غرزة الحشو أقصر غرزة بنعمل سلم من سلسلة واحدة بس. لو غرزة النص عمود بنعمل سلم من سلسلتين. لو غرزة العمود بلفة بنعمل سلم من 3 سلاسل. السلم ده بنعمله امتى؟ بنعمله في نهاية السطر القديم قبل ما نلف الشغل ونبدأ السطر الجديد. علشان الشغل يطلع مسطرة لازم نعرف الإبرة بتدخل فين بالظبط في بداية ونهاية كل سطر، وعلشان ما نتلخبطش أبدا نقدر نستخدم الماركر وده موجود عند أي خرطواتي. تعالوا نتفق على طريقة هتريحكم جدا وتمنع أي فراغات في الجناب. في غرزة الحشو بنرتفع سلسلة واحدة، نلف الشغل وندخل في أول غرزة تقابلنا على طول ونعمل حشو ونحط فيها الماركر. في غرزة النص عمود بنرتفع سلسلتين ونلف الشغل وندخل برضو في أول غرزة تقابلنا على طول ونتجاهل السلسلتين تماما ونعمل نص عمود ونحط الماركر في أول غرزة. في غرزة العمود بلفة بنرتفع 3 سلاسل ونلف الشغل وندخل في أول غرزة تقابلنا ونتجاهل ال3 سلاسل كأنهم مش موجودين ونعمل عمود بلفة ونعلم أول غرزة بالماركر. ولما نوصل لآخر السطر بنشتغل آخر غرزة في المكان اللي فيه الماركر بتاع السطر اللي قبله. بكده مستحيل الشغل يتعوج أو تنسي غرزة. كتير مننا بيتلخبط وهو بيعد الغرز. الصح اننا نبص للقطعة من فوق، هنلاقي شكل السلاسل او حرف الفي السنبلة. كل حرف في من دول بيتحسب غرزة. اول حرف في اللي حطينا فيه الماركر ده رقم 1، واللي فيه الماركر في اخر السطر ده الغرزة الاخيرة. لو بدأتي مثلا ب10 غرز لازم كل سطر تعدي حروف الفي تلاقيهم 10 بالظبط. لو لقيتيهم 9 يبقى نسيتي غرزة، ولو 11 يبقى زودتي غرزة والشغل هيوسع منك. العد هو الفيصل في الموقف ده. يلا بينا نطبق ده عملي في الكوستر بتاعنا. هنعمل ميكس ما بين العمود بلفة وغرزة الحشو. السطر الأول عمود بلفة، القاعدة بتقول ارتفاع 3 سلاسل، يبقى هنسيب أول 3 سلاسل بعد الإبرة ونلف الخيط وندخل في السلسلة الرابعة ونعمل أول غرزة عمود بلفة. هنكمل لنهاية السطر، إجمالي الغرز هيكون 20. السطر التاني غرزة حشو، وصلنا للآخر. هنعمل ايه؟ برافو، سلسلة ارتفاع واحدة ونلف الشغل. هندخل في أول غرزة تقابلنا ونعمل حشو.
هنكمل غرز حشو لحد اخر السطر. شايفين الماركر اللي حطيناه في السطر اللي فات؟ هنشيله ونعمل مكانه اخر غرزة حشو. السطر التالت عمود بلفة. خلصنا الحشو، هنرتفع 3 سلاسل ونلف الشغل. هندخل في اول غرزة اتقابلنا على طول. هنكمل عواميد لحد ما نوصل للماركر بتاع السطر اللي فات، نشيله ونعمل مكانه اخر عمود بلفة. السطر الرابع غرزة حشو، هنرتفع سلسلة ونحط الماركر في اول غرزة ونكمل السطر عادي. هنفضل كده نشتغل سطر عمود بلفة وسطر حشو، وطبعا ما ننساش سلاسل الارتفاع لكل سطر جديد من كل غرزة لحد ما يطلع معانا شكل مربع. علشان الكوستر بتاعنا يبقى شكله احترافي هنعمله برواز داير ما يدور وعليقة صغيرة. هنيجي من مكان ما وقفنا ونرتفع سلسلة واحدة. هنمشي بغرزة الحشو على كل جوانب المربع. التركة هنا في الكورنرز، لما نوصل لأي كورنر من الأربعة هنعمل جواه 3 غرز حشو في نفس المكان علشان الشغل يلف معانا مرتاح ويفضل المربع مفرود. هنكمل شغل لحد ما نلف المربع كله ونرجع لأول كورنر بدأنا منه. هنا بقى هنعمل العليقة، هنرتفع 10 سلاسل أو زي ما تحبي طولها، وبعدين نقفلهم بغرزة منزلقة في نفس المكان اللي طلعنا منه ونقص الخيط. أكبر غلطة ممكن تعمليها إنك تقصي الخيط الزيادة على الحرف بالظبط، الشغل هيفك مع أول غسلة، علشان كده لازم نعمل تنظيف للخيوط. بنجيب إبرة التنظيف، بتكون إبرة كروشيه بلاستيك أو معدن بعين واسعة متوفرة برضو عند أي خردواتي، ونلضم فيها الخيط اللي قصيناه. ونبدأ ندخل بالإبرة تحت الغرز بشكل مخفي، نمشي مسافة في اتجاه معين وبعدين نرجع في الاتجاه العكسي تحت غرز تانية، وممكن نرجع مرة تالتة. الحركة بتاعة رايح جاي دي بتعمل زي قفل للخيط ومستحيل يفك مهما حصل. بعدين نقص الزيادة بأمان جدا. شايفين الجمال؟ دمجنا غرزتين مع بعض وعملنا برواز وعليقة ونضفنا الخيوط علشان الشغل يكون في حتة تانية خالص، والأهم إن حوافه مظبوطة واحترافية جدا من قدام ومن ورا. هتعملوا ايه النهاردة؟ هتتفرجوا على الفيديو مرة و2 و10 وتمشوا على كل الخطوات اللي فيه لحد ما تعملوا كوستر الكافي بتاعكم. ولو استصعبتوا اي حاجة ابعتولي في الكومنتس. اتمرنوا كويس علشان الفيديو اللي جاي هنشتغل حاجة اصعب شوية لكنها لطيفة جدا وهتعجب كل محب القطط والكلاب. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس، واشوفكم في الفيديو الجاي على خير.